ومن تطابق وجهات النظر بخصوص قضايانا المشتركة. لذا نجتمع اليوم لإعطاء دفعة قوية لهذه المشاركة التي بلغت درجة من النضج أصبحت تفرض علينا تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية، وهي خير دليل على أن العمل العربي المشترك لا يتم بالاجتماعات والخطابات ولا بالقمم الدورية والشكلية أو بالقرارات الجاهزة غير القابلة للتطبيق، وإنما يتطلب العمل الجاد والتعاون الملموس وتعزيز التجارب الناجحة والاستفادة منها، وفي مقدمتها التجربة الرائدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. إنها رسالة أمل لأنفسنا وإشارة قوية لشعوبنا على قدرتنا على بلورة مشاريع تابوية مشتركة. أصحاب الجلالة والسمو، إن هذه القمة تأتي في ظروف صعبة، فالمنطقة العربية تعيش على وقع محاولات تغيير الأنظمة وتقسيم الدول كما هو الشأن في سوريا والعراق وليبيا، مع ما يواكب ذلك من قتل وتشريد وتهجير لأبناء الوطن العربي. فبعدما تم تقديمه كربيع عربي خلف خرابا ودمارا ومآسي إنسانية، ها نحن اليوم نعيش خريفا كارثي يستهدف وضع اليد على خيرات باقي البلدان العربية ومحاولة ضرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب من خلال البث بنموذجه الوطني المتميز. إننا نحترم سيادة الدول ونحترم توجهاتها في إقامة وتطوير علاقاتها مع من تريد من الشركاء، ولسنا هنا لنحاسب بعضنا على اختياراتنا السياسية والاقتصادية، غير أن هناك تحالفات جديدة قد تؤدي إلى التفرقة وإلى إعادة ترتيب الأوراق في المنطقة، وفي الحقيقة محاولات لإشعال الفتنة وخلق فوضى جديدة لن تستثني أي بلد، وستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة بل وعلى الوضع العالمي. ومن جهته فالمغرب رغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع حلفائه قد توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته سواء على المستوى السياسي والاستراتيجي أو الاقتصادي. وفي هذا الإطار تندرج زيارتنا الناجحة إلى روسيا خلال الشهر الماضي، والتي تميزت بالارتقاء بعلاقتنا إلى شراكة استراتيجية معمقة والتوقيع على اتفاقيات مهيكلة في العديد من المجالات الحيوية. كما نتوجه لإطلاق شراكات استراتيجية مع كل من الهند وجمهورية الصين الشعبية التي سنقوم قريبا إن شاء الله بزيارة رسمية إليها. فالمغرب حر في قراراته وخيارته وليس محمية تابعة لأي بلد، وسيظل وفيا بالتزاماته تجاه شركائه الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك أي مس بمصالحهم. ومن ثم فإن عقد هذه القمة ليس موجها ضد أحد بشكل خاص ولا سيما حلفائنا، إنها مبادرة طبيعية ومنطقية لدول تدافع عن مصالحها مثل جميع الدول، علما أن أشقاءنا في الخليج يتحملون تكاليف وتبعات الحروب المتوالية التي تعرفها المنطقة. أصحاب الجلالة والسمو، إن الوضع خطير خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف ومحاولات الطعن من الخلف. فماذا يريدون منا؟ إننا أمام مؤامرات تستهدف المس بأمننا الجماعي، فالأمر واضح ولا يحتاج إلى تحليل. إنهم يريدون المس بما تبقى من بلداننا التي استطاعت الحفاظ على أمنها واستقرارها وعلى استمرار أنظمتها السياسية، وأقصد هنا دول الخليج العربي والمغرب والأردن التي تشكل واحة أمن وسلام لمواطنيها وعنصر استقرار في محيطها. إننا نواجه نفس الأخطار
ونفس التهديدات على اختلاف مصادرها ومظاهرها. فالدفاع عن أمننا ليس فقط واجبا مشترك، بل هو واحد لا يتجزأ. فالمغرب يعتبر دائما أمن واستقرار دول الخليج العربي من أمن المغرب. من يضركم يضرنا وما يمسنا يمسكم، وهو ما يحرص على تجسيده في كل الظروف والأحوال للتصدي لكل التهديدات التي تتعرض لها المنطقة، سواء في حرب الخليج الأولى أو في عملية إعادة الشرعية لليمن، فضلا عن التعاون الأمني والاستخبارات المتواصل. إخواني أصحاب الجلالة والسمو، إن المخططات العدوانية التي تستهدف المس باستقرارنا متواصلة ولن تتوقف. فبعد تمزيق وتدمير عدد من دول المشرق العربي، ها هي اليوم تستهدف غربه، وآخرها المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية لبلدكم الثاني المغرب. وهذا ليس جديد، فخصوم المغرب يستعملون كل الوسائل المباشرة وغير المباشرة في مناوراتهم مكشوفة. فهم يحاولون حسب الظروف إما نزاع الشرعية عن تواجد المغرب في صحرائه، أو تعزيز خيار الاستقلال وأطروحة الانفصال، أو إضعاف مبادرة الحكم الذاتي التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها. ومع التمادي في المؤامرات، أصبح شهر أبريل الذي يصادف اجتماعات مجلس الأمن حول قضية الصحراء فزاعة ترفع أمام المغرب، وأداة لمحاولة الضغط عليه أحيانا ولابتزازه أحيانا أخرى. أصحاب الجلالة والسمو، لا يفوتنا هنا أن نعبر لكم عن اعتزازنا وتقديرنا لوقوفكم الدائم إلى جانب بلادنا في الدفاع عن وحدتها الترابية. فالصحراء المغربية كانت دائما قضية دول الخليج أيضا، وهذا ليس غريب عنكم. ففي سنة 1975 شاركت في المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليم من الجنوبية وفود من السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان والإمارات، التي تميزت بحضور أخينا السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي الذي كان عمره آنذاك 14 سنة. ومن ذلك الوقت لم تدخر دول الخليج أي جهد من أجل نصرة قضيتنا العادلة والدفاع عن سيادة المغرب على كامل أراضيه، وهو ما أكدتموه خلال الأزمة الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة. غير أن الوضع خطير لهذه المرة وغير مسبوق في تاريخ هذا النزاع المفتعل حول المغربية الصحراء. فقد بلغ الأمر الذي شن حرب بالوكالة باستعمال الأمين العام للأمم المتحدة كوسيلة لمحاولة المس بحقوق المغرب التاريخية والمشروعة في صحرائه من خلال تصريحاته المنحازة وتصرفاته غير المقبولة بشأن الصحراء المغربية. ولكن لا تستغربوا، فإذا عرف السبب بطل العجب. فماذا يمكن الأمين العام أن يفعله وهو يعترف بأنه ليس على اطلاع كامل على ملف الصحراء المغربية مثل العديد من القضايا الأخرى، بل إنه يجهل تطوراته الدقيقة وخلفياته الحقيقية؟ وماذا يمكن للأمين العام القيام به وهو رهينة بين أيدي بعض مساعديه ومستشاريه الذين يفوض لهم الإشراف على تدبير عدد من القضايا الهامة، ويكتفي هو بتنفيذ الاقتراحات التي يقدمونها له؟ ومعروف أن بعض هؤلاء الموظفين لهم مسارات وطنية وخلفيات سياسية ويخدمون مصالح أطراف أخرى دون التزام بما يقتضيه منهم الانتماء لمنظمة الأمم المتحدة من واجب الحياد والموضوعية الذي هو أساس العمل الأممي. فالأمين العام رغم تقديرنا الشخصي له ما هو إلا بشر لا يمكنه الإلمام بكل القضايا المطروحة على الأمم المتحدة وإيجاد الحلول لكل الأزمات والخلافات عبر العالم. وأود التأكيد هنا أن المغرب ليس له أي مشكل مع الأمم المتحدة التي هو عضو نشيط فيها،
وأنا مع مجلس الأمن الذي يحترم أعضاءه ويتفاعل معهم باستمرار، وإنما مع الأمين العام وخاصة بعض مساعديه بسبب مواقفهم المعادية للمغرب. والمغرب كان دائما التنسيق بخصوص هذا النزاع المفتعل حول وحدتنا الترابية مع أصدقائه التقليديين كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، ومع أشقائه العرب خاصة دول الخليج والأفارقة كالسنغال وغينيا وكوت ديفوار والغابون.